السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ام يوسف. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض صينية سمك تونة بالبطاطس، صينية اقتصادية وموفرة وكمان طعمها لذيذ قوي. ان شاء الله تعجبك وتقومي تعمليها معايا، ما بتاخدش وقت خالص في المطبخ. هو بس مجرد ما غسلت السمك وقشرت البطاطس وكمان فص توم، كام فص توم كده، خلاص خلصت معانا. ان شاء الله مش هتاخد وقت، هتوفر لك في الوقت، وكمان طعمها لذيذ ومفيدة وكمان اقتصادية وعلى قد ايديك جدا. انا هنا جايبة كيلو ونص من السمك، وجايبه كمان كيلو من البطاطس. عملوا معايا الكميه اللي انت شايفاها دي. اللهم بارك. ان شاء الله الوصفه تعجبك وتعمليها معايا، ومش هتاخد معاكي زي ما قلتلك اي مجهود ولا وقت. قبل الولاد ما يجوا من المدرسه ان شاء الله هتكوني عملتيها. يلا تعالي معايا دلوقتي وهقولك مكونات الوصفه بتاعتنا وانا عملتها ازاي. انا هنا السمك بتاعي وغسلاه وعصر عليه ليمون وحاطه قشر الليمون عليه وسايباه في مصفى زي ما انت شايفه كده. وهنا البطاطس بتاعتي مقشراها، بصي شايفه، مقطعاها بالحجم ده، ما تكونش تخينه. اهم حاجه ما تقطعهاش زي صينيه البطاطس العاديه اللي هتعمليها، تكون حجمها كده. وهنا جايبه التوابل وعصير ليمون وتوم وطماطم متقطعه، وكمان بصل متقطع، ومعايا كمان كزبرة، ومعايا ليمون مقطعاه حلقات علشان ان شاء الله هحطه على وش الصينية في الاخر. ويلا بينا بقى دلوقتي هنعمل مع بعض الاول الخلطة بتاعت السمك او التتبيلة بتاعت السمك. انا هنا في الكبة حطيت الثوم وحطيت قرنين من الفلفل الحامي، والفلفل الحامي دوت اختياري، لو مش عايزة تحطيه بلاش، بس هو يعني مش بيبقى حراق قوي. وهنا معايا من كل حاجة معلقة صغيرة، معايا بهارات سمك، ومعايا ملح، ومعايا كمون وبابريكا، وكمان معايا كزبرة ناشفة. من كل حاجة معلقة صغيرة. هحط كده كله مع بعضه، وهنزل عليهم كمان بعصير الليمون. وبعد كده بقى هضربهم ناعم، لازم تفرميهم ناعم. خلاص كده جبت بقى صينية، هحط بقى في الصينية بتاعتي ديت البصل. انا هنا مقطعه البصل حلقات، والبصل هنا التتبيله بتاعته مش كتير، يعني هو ملح وفلفل اسود وبس، وممكن تحطي كمان شويه من الكمون. المهم ان البصل ده هتدعكيه بايديكي كويس لحد ما تدبليه بالملح والفلفل الاسود. بعد ما دعكته بقى كده بالملح والفلفل الاسود، هروح نازله عليه بالطماطم متقطعه صغير كده بالشكل ده، وهقلبهم بقى مع بعض. وبعد ما اقلبهم هنزل كده بنص معلقه من التتبيله بتاعت السمك، هنزل بنص معلقه من تتبيله السمك على البصل وعلى الطماطم اللي تحت، اللي انا هقلب فيهم البطاطس بس كده. وبعد كده هنزل بالبطاطس وهقلبها برضو مع الطماطم مع البصل. اهم حاجه اقلبها تقليبه كويسه. وكده انا قلبتها، هبدأ بقى ان انا اتبل السمك واحطه على الوش. هنا التتبيله بتاعتي اهي اللي انا عملتها، حطيت عليها البقدونس. وعايزه اقولك بقى ايه فايده البقدونس، ان انا احطه كده على الثوم وعلى الخلطه بتاعه حشوه السمك، لان ده سمك تونه، انتوا عارفين السمك بيبقى زفر، فالخطوه دي هتخلي السمك معايا مفيهوش ريحه زفاره نهائي. البقدونس يا جماعة ما بيخليش فيه ريحة زفارة في السمك التونة خالص، ما بيخليش فيه ريحة زفارة نهائي، ما بتبانش خالص ريحة الزفارة. وطبعا انت هتبقي غسلاه كويس، والليمون زي ما شفتي كده في الاول انا كنت معصر عليه ليمون وسايبه القشر فيه لحد ما جهزت بقيه الحاجه بتاعته. الليمون بيخلي السمك ريحته حلوه وكمان ما يبقاش فيه زفاره. مع البقدونس ان شاء الله تعملي صينيه سمك بالهنا والشفا، ما فيهاش ريحه زفاره نهائي، محدش هيشم ولا حد هيصدق اصلا ان انت بتعملي سمك. وهبدا بقى كده احشي السمك بتاعي. انا كده خلصت الصينيه. انا طبعا كنت واخده شويه بصل وطماطم اللي انا عملتهم في الاول، اللي انا كنت مقطعاهم تحت مع البصل، خدت شويه طماطم وهحطهم بقى هنا على وش الصينيه، وحطيت عليها كمان شوية من البقدونس.
بالطريقة دي. هحط بقى على الوش كده الطماطم والبصل من نفس الخلطة اللي انا حطاها من تحت، تحط شوية حلوين كده من فوق بالشكل ده. وبعدين اروح حاطة بقى شوية من الزيت على الوش كده من فوق، شوية زيت حلوين زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده اخر خطوة هعملها، هروح نازلة بشرايح الليمون اللي انا وريتها لكم في الاول على الوش كده، شرايح ليمون. طبعا شرايح الليمون دي بتخلي السمك طعمه تحفة، كل ما بتزودي في الليمون كل السمك ما يبقى احلى واحلى. لو وصلتي معايا بقى لحد هنا ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل وصفاتي، وما تنسوش اللايك يا حبايبي. كده خلصت معانا اهي جاهزة. هندخلها بقى الفرن واوريها لكم بعد ما تخرج من الفرن عاملة ازاي. وده شكلها بعد ما خرجت من الفرن، شايفين عاملة ازاي؟ حاجة كده اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. شايفين البطاطس من تحت يا جماعة دايبة دوب، وطعمها يجنن. صدقوني لو جربتوها هتعجبكم مش هتندموا، يعني بجد صينية تستحق ان انتوا تجربوها. بص البطاطس شكلها عاملة ازاي والطعم خطير. بتمنى بقى النهاردة وصفتي تكون عجبتكم. يا ريت بقى اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويعمل لايك ويفعل الجرس علشان توصله كل وصفاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.